ونعلم بطبيعة الحال على أن الصحف تشترى بالمال. كل الصحفيين أولا لا إخلاص لهم، وأنا أسيء الظن بالصحف 100%. كل صحف العالم لا أستثني منها واحدة إطلاقا، ولا أخجل من أي إنسان، كلها كاذبة ومزورة وليسمع الناس. هذه واحدة. وكلهم أيضا شنو؟ دنيويين، وكلهم تجار. وأنا أعلم في لبنان اعتيادي تجي سلام عليكم، أنا أستلم لك صفحة واحدة، هاي فلوس، أنت شيوعي، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. تنتسب كل صفحة إلى جهة ويكتب فيها ما يشاء، حتى لو إلحاد، حتى لو وجودية، حتى لو أي شيء مما دب ودرج ومما سفل وعلى يكتبه في سبيل المال. لا حياء له ولا دين له ولا إنسانية له. أي صحفي تقريبا هو هكذا، ليس إلى هذه الدرجة، ولكنهم مع ذلك كلهم دنيويون وكلهم تجار وكلهم لا إخلاص لهم. لكن أغلب الصحفيين في العالم أنقص من هذا بعد. فإذا كان المطلب هكذا، ما أسهل على سيد محمد الصدر وأعداء سيد محمد الصدر أن تشتري الصحافة بالمال، وعلى الحكومات الغربية والشرقية أن تشتري شنو؟ تشتري عداوة سيد محمد الصدر بالمال. ومن هذه الناحية بالإمكان منع الصحف. والناس مثلي يا حبيبي بعيدين لا يعلمون من هو سيد محمد الصدر ولا تاريخ حياته ولا كذا وكذا، الظروف العجيبة الغريبة التي عاشها هنا. طبعا استفدت من هذه الناحية. رأسا يسمعون اسما ملطخ بالسواد. جزاهم الله خير الذي يقولون على أنهم مخرج عنه ويشبوا بعنوان أنهم مخرج عنه.